انك تكون من الشاكرين، يعني نعمك ظاهرة. اوكي. انما ربنا يرزقك نعمة تظهرها. واما بنعمة ربك فحدث. حدث مش بس معناها تحدث، حدث معناها updating، اجعلها حديثة. حدث النعمة، خلي النعمة دايما updated. انت النعم هتحب تدخل حياتك. تخيلوا معايا، لان احنا دايما يا جماعة عندنا برضو معتقد عظيم جدا، يلا ضمن الباكج عشان تبقى الرحلة كلها. اتعلمنا في الأحياء أو في العلوم إن الأشياء بتنقسم إلى أشياء حية وفي جمادات. دي مش أشياء حية. فالكائن الحي هو الذي يتنفس ويخرج ويهضم وحاجات زي كده، بس في حاجات تانية اسمها جماد. دي مش أشياء حية. في نفس الوقت عندنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح الحصى في إيده. يعني هو لما كان بيحط في إيده كان بيسبح، ولما يسيبه بيبطل تسبيح. هي بس المهارة إنه سمعك ده. ان كان جذع الشجرة بيحن اليه، يعني هو ما بيحنش غير اليه. وربنا عز وجل في القرآن قال لنا آيات كتيرة: فما بكت عليهم السماء والأرض. إيه ده، هي السماء والأرض بتبكي؟ اه بتبكي. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقنا. الله 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 الله، دول ليهم قرار كمان وعندهم مشاعر. أوكي. فاوعى تفتكر إن المال ما بيحسش. أنت دلوقتي تخيل معايا انك، انا دلوقتي بقول لك ان المال طاقه انثويه. انا لو جيت قلت للانثى اللي موجوده في حياتي، بقول لك يا بت انت مجرد وسيله في حياتي، اوعي تفتكر نفسك حاله. انت وسيله. انت لست هدف، ولا انت وسيله عشان تشبعي شهواتي ورغباتي وتعملي لي شاي وقهوه وتغسلي لي رجلي بالليل. بس خلاص انت وسيله. هتعمل ايه فيا هذه الانثى؟ في اكياس سوداء هتبدا، ايا كان القصه هيحصل فيها ايه. اوكي. فانت بتقول كده للمال، انت بتقول المال، المال مجرد وسيله. انت مجرد وسيلة. ادخل حياتك ليه اصلا؟ اصلا انا ادخل حياتك ليه؟ انتبهوا جدا الشيء يا جماعة اللي انت، ومعلومة دي بملايين انا مش بهزر، الشيء اللي انت ما بتحسش معاه بالامان مش هتدخله بيتك. نقول كمان: الشيء اللي انت ما بتحسش معاه بالامان مش هتدخله بيتك. لو في حد صاحب ابنك او وات ايفر، وانا مش مطمن للواد ده، حاسس كده انه هيفسد العيال، مش هدخله بيتي. ولو دخلت بيتي هبقى عيني عليه قد كده واخد بالي من كل حركة، وفي اقرب فرصة هقول له اطلع بره. فلو انت مش حاسس بالامان مع المال مش هيدخل حياتك. انا اصلا مش حاسس معاه بالامان. اوكي. عايز اوعدك وعد ان هو كمان مش حاسس معاك بالامان. هو مش هيحب يدخل حياتك، ولو دخل حياتك هيجري منها ويروح حياة الناس اللي بيحس معاها بالأمان. وده السبب انك بتجري بسرعة، اول ما يبقى معاك فلوس تفرتكها وترميها. مش كده وبس، في ناس لان ما عندهاش هذا الوعي ممكن تجمع اموال اموال اموال، وخبطة واحدة بس، مشكلة واحدة بس، حادث واحد بس، يبيعوا اللي وراهم واللي قدامهم ويمشوا المال ده كله. طول ما انا مش واعي على وعي المال، في أعمدة أساسية للمال. واحد، أول شيء إني أعرف أستقبل المال. أوكي. ودي وراها حواديت، قصة كبيرة. في ناس كتير أصلا ما بتعرفش تستقبل المال، اللي هو لا ما لله ما فيش حاجة، اللي بفلوس ده مش لله، لا أصلك أنا بصراحة بتكسف إن أنا آخد على اللي أنا بعمله فلوس، لا أصلا أنا ما بحبش برضو يعني الناس إمكانياتها مش عارف عاملة إزاي، أصلك مش عارف إيه، أصلك المهم أنت في الآخر مش عايز فلوسات. لا عايز، بس يعني ما باخدش. ولو حد ادالك تقعد تزق الفلوس: لا والله، طب خلي، طب بلاش، طب ليه، طب اصل الحكايه، طب انت مش. فانت محتاج تفتح الباب للمال، انك تعرف تستقبل المال. اتنين، ودي ناس كتير واقعين في الحتة دي: انك تعرف تحتفظ بالمال. من اسماء الله الحفيظ. الحفيظ بيديك قوة
في الحفظ. الحفظ مش معناه بس انك عندك معلومات حافظة في دماغك، انك عندك باور، تعرف تحتفظ بالشيء. اديكم مثال، الناس اللي بتروح الجيم مثلا، في تمرين اسمه البلانك، لو تعرفوا التمرين ده، ان في حد بيقعد يعني بيثبت على ايده ورجله، ويعرف يحتفظ بهذا الوضع شوية. كل ما قدرت تحتفظ بهذا الوضع وقت اطول، ده معناها انك عندك قوة اكبر، اعصابك اقوى شوية. الناس اللي بيقعد حد يشتمه او يستفزه بيعرف يحتفظ، مش بيضغط، يحتفظ بوعيه وبطاقته، ده عنده قوة الحفظ عالية. فلما ربنا يرزقك بمال، ما تجريش بسرعة تطلعه. الأول اعرف احتفظ بيه. مش بقول ان كل المال احتفاظ، انا بقول لك هو ليه أعمدة أساسية، منها انك تعرف تستقبله وتعرف تحتفظ بيه. لو في حياتك أنثى مش بتعرف تجيبها، بس كل ما تلاقيها جت البيت بقول لك ايه، امشي بقى، امشي خلاص خلاص، لا لا، روحي لامك، روحي لامك، امك بتحبك على فكره، اتكلي على الله. روحي لاختك، طيب لو ما ما تقعديش عندي. ايا كان، تعرفش تحتفظ. من علامات ان الانثى بتحب هذا الذكر، انها لو راحت مشوار عايزه ترجع بسرعه. بحب اقعد معاك، بحب اتونس معاك، بحب احكي معاك، بحب ان اكون الى جوارك. فانك يبقى عندك وعي حفظ المال، تعرف تحتفظ بالمال، مش تجري بسرعة تطلعه. نمرة ثلاثة، انك تعرف تدور المال. خليني اقول لكم معلومة سحرية ايضا في رزقكم الواسع النهاردة. احنا متبرمجين يا جماعة على اننا لما بنطلع الفلوس بنطلعها بكلمتين: يا اما بصرفها، يا اما بدفعها. اوكي، انا صرفت، انا دفعت. تخيلين، تخيلين الكلام اللي بقوله للمال: انا بصرفك، انصرف انصرف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او بدفعك، يا عم غور بقى، امشي. ولكن انا محتاج افهم اني بدور المال. بدور المال يعني ايه؟ يعني حط نية، واللي هيعمل التمرين اللي انا بقوله عليه ده هيلاحظ فرق غريب بيحصل في حياته المالية. اي مال بتطلعه، حط نية ان المال اللي طلع من عندك ايا كان هيروح لمين، يبارك فلوس هذا الشخص. اقول كمان، يعني انت لو خدت اموال معينة بتدفع لتاكسي، بتدفع في سينما، بتدفع لاكل، المال اللي بتحطه انت مش بتصرفه، انت مش بتدفعه، انت بتدوره، انت بتدوره في الكون. انا حاطط نية ان هذا المال لو وقع في واقع اي حد يباركه. لان في فرق ان المال بتاعك يتحول لمال مبارك. يعني ايه مال مبارك؟ يعني المال يحب يجيلك، المال يحب يسكن في واقعك، المال يسعى اليك، مش علشان انت كاتم على نفسه وحافظه بس. اوكي، لان في ناس بتجيب الفلوس وتحبسها عندها، وفي ناس بتجيب الفلوس وترميها تخلص منها. اوكي، انت بتعرف تتعامل معاه، بتعرف تستقبله، تعرف تحتفظ بيه، بتعرف تدوره، وبتعرف تتصدق بجزء منه. اوكي، مهم انك يبقى عندك هذا الوعي. لو احترفت اللعبة ديت، لو احترفت الكنوز اللي بقولك عليها، المال هيحبك. والمال لما يحبك هيجيب عيلته ويجيلك. اوكي، ايا كان المكان والزمان والبلد اللي هتسكن فيها، ايا كان العملة اللي انت بتتعامل بيها، سيبدأ المال يتبعك، لانه ارى فيك قوة القيادة، انك بتعرف تقود، بتعرف تاخد قرار، بتعرف تقول لا مش هصرف النهاردة، او مش هدور النهاردة، او مش هدفع النهاردة. ايا كان المعتقد اللي انت ماسك فيه دلوقتي، خلي المال معايا شوية. يعني ايه خليه معايا شوية؟ يعني انا لما بخرجه مش بخرجه خلاص، انا بخرجه في حاجة انا شايف بالنسبة لي انها فيها نفع، وبالنسبة له هي فيها نفع، وانا بدوره في اماكن معينة. لما يبقى عندك هذا الوعي، هتبدأ علاقتك بالمال اصلا تتغير.
وعلاقتك بالقيمة اللي انت بتطلعها هتبدأ تتغير، ووعيك في التعامل مع المال هيبدأ يتغير. حاجة كمان، مفيش حاجة اسمها غالي ورخيص. معلش استقبلوا بقية الصدمات كده كباكج مرة واحدة النهاردة، وبعدين بروقان اقعدوا بقى ايه حللوا الكلام ده وخدوا راحتكم فيه. يعني ايه؟ اول ما تقول ايه ده، ده كتير قوي، ده معناه ان هذا الرقم لا يمكن يدخل حياتك. لا يمكن يدخل حياتك. انت شايف ان هذا الرقم اكبر منك، اكبر من امكانياتك، اكبر من قدرتك على استقباله. انت تقول ده كتير قوي، صعب قوي، حرام، ليه؟ طب لو قلت لك ايه رأيك اديك الرقم ده، هتقول لي والله حلو قوي، مش هيدخل حياتك اصلا. الرقم اللي ما بتعرفش تخرجه مش هتعرف تستقبله. نقول كمان، الرقم اللي ما بتعرفش تخرجه مش هتعرف تستقبله. معظم الناس عايزة يدخل لها أموال كتير وهي ما بتطلعش. مش هتعرف لأنك ما عندكش وعي تدوير المال. ولو مش مصدقني، الأرقام اللي بتدخل حياتك الآن هي الأرقام اللي أنت بتعرف تصرفها ببساطة. بس فاللي أنت بتعرف تصرفه وما عندكش تجاهه تأنيب ضمير هو اللي أنت بتعرف تستقبله. That's it. لو عرفت يحصل لك اكسباند، مش تضغط نفسك وبالعافية ولازم، انك بتتسع شوية. يعني ايه اتسع شوية؟ يعني تبدأ تبطل الكلمة دي، بطل كلمة غالي ورخيص. قد تقول مش مناسبني دلوقتي، اوكي، بس ما تشوفوش ليه. انت ما تعرفش ليه. في فترة في حياتي كتير من الناس ما يعرفوش المعلومة دي، كنت شغال ويدنج بلانر، ما اشتغلت شغلانات كتيرة جدا في الحياة، اوكي. فمعظم الناس بتبقى شايفة ان مثلا واحد عمل فرح بنته بمليون، وات ايفر العملة اللي بعدهم ايه. ليه؟ حرام، كتير، ده في غلابة. يعني بس انت ليه حاطط كل تركيزك ان كل الفلوس لازم تروح للغلابة اصلا؟ يعني ليه انت اصلا ماسك في المعتقد ده؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، مين اكتر ناس بتتصدق على الغلابة؟ الاثرياء. مش اللي قاعد اصلا يقول لك حرام ده اصلا، يعني معلش يعني. يعني في ناس عندها ثراء، الناس دي بتغذي دول، بتدفع لدول، وبتحل مجاعات في بلاد. هو نفس الشخص اللي تقول عليه حرام ده بيلعب كورة، ليه يعني ياخد كل الفلوس دي؟ اوكي. هذا الشخص النفع اللي هو بيقدمه ماديا اعلى بكتير من اللي قاعد يقول ليه وعشان ايه وبتاع ايه. هو ما عندوش هذا الوعي. نفس الفكرة، لما تبدأ تفهم القصة دي، تفهم ان انت علشان تعرف تتعامل مع المال محتاج تتعلم تتعامل مع المال. هي مش بالفهلوة. هو ليه وعي، وليه قوانين، وليه أقدار، وليه سيستم، وليه طريقة، وليه أسلوب. لو ما تعلمتهوش مش هتعرف تتعامل معاه. محتاج تبدأ تفهم هذه الأسس، الأقدار. كل شيء خلقناه بقدر، فالمال ليه قدر. أول ما بتبدأ توصل للحتة دي وتبقى الليدر على المال، تبقى أنت القائد على المال. مش معناها إنك بتذله، نو، إنه بيحب قيادتك. لو حد فيكم قبل كده جرب يركب فرس، قبل ما اروح للفرس اكمل لكم قصه الويدنج بلانر. فليه بقول لكم القصه ديت؟ لان انا كنت بشوف ملايين بتدفع، بس انا شايف الملايين دي رايحه لمين؟ في كميه ويترز، في كميه ناس بيحطوا ريبونات، في كميه ناس بيعملوا باك دروبس، في كميه ناس بياكلوا، عربيات، سواقين، ديكورات، في سيستمز انت مش شايفها. انت شايف ليه يا سيدي؟ ده هو ده سعته. هو الرقم ده بالنسبه له عادي يدوره. انت دلوقتي بتقول مثلا ايوه انا عادي، انا عايز يدخل حياتي مليار. انت اصلا دلوقتي حالا وانا بكلمك لو قلت لك انا عايز احول لك مليار، حياتك هترتبك. هتاخدهم فين؟ طب احولهم ازاي؟ عندك حساب بنك؟ ده البنك هيجي يستجوبني. طب اخدهم كاش؟ طب مين؟ لا لا لا، يمكن حد يشوفنا. لا، انت اصلا مش جاهز تاخده. انت عايزه بس انت مش جاهز. طيب الناس اللي عندها مثلا بيزنس الرقم ده بالنسبه له عادي، هو بيعرف يدور الرقم ده. هو عنده مسارات لتدوير هذه الارقام. المال يتبع النظام. كلما ازددت نظاما كلما ازددت ثراء. كلما قل نظامك كلما ازداد فقرك. راقبوا البلاد اللي فيها مساحات فقر هتلاقوها يغلب عليها العشوائية.
وراقبوا البلاد اللي فيها مساحات من الثراء هتلاقيها منظمة أكثر. فأنت كل ما تكون منظم أكثر، مش بقول لك 100% منظم، بس كل ما تكون منظم أكثر المال يتبعك أكثر. كل ما تبقى عشوائي، والله مش عارفين، أنا مش عارف إخوان الفلوس بتروح فين، مش عارف إيه ده، ما بقاش فيه بركة. لا، هو أنت بس ما عندكش وعي، أنت ما عندكش نظام، يعني ما تقوليش فيش بركة، ما هو في حد تاني عنده بركة، بس هو عنده وعي البركة. في كورس عامله اسمه شفرة البركة، الناس اللي أخدته هتبقى فاهمة الكلام ده. القصة تاني، كل ما يبقى عندي هذا الوعي هبدأ أفهم أنا بيحصل لي كده ليه في واقعي. هو مش حاجة بتحصل وهتتغير من غير أسباب. من الحاجات اللي احنا بعض الناس يعني عالق فيها بقاله سنين، إنه منتظر إن في نتيجة في حياته هتتغير من غير ما هو يغير أسباب. يعني ان شاء الله ربنا هيفرجها باذن الله، هنترقى، قول يا رب باذن الله، والله العظيم الامور هتتظبط تبقى تمام يا عم، بس ان شاء الله، بس تفائل خير. أنا ما عنديش مانع والله، كل كلامك حلو، بس سامحني مش هيحصل. لان في قانون كوني اسمه ان كل نتيجه ليها سبب. كل نتيجه ليها سبب. مفيش حاجه اسمها نتيجه كده. في حاجه اسمها اصل هو امه ده عياله. يعني حتى لو امه ده عياله فامه دعت له، انت خلي امك تدعي لك، يعني هي خد سبب برضه يعني، امه دعت له. يعني في اكشن ما تاخد. لا اصلك هي حظ. حتى الحظ ليه قوانين، ان شاء الله يعني في لقاءات اخرى نبقى نعمل. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، صاحب الحظ العظيم. في ناس فاهمة هذه القوانين، فالحظوظ بتأتي إليها، الفرص بتسعى إليها. هو فاهم يعني إيه حظ، وبيعرف يخلي الحظ يجيله. القصة مش قصة حظ زي ما اتباعت للناس. حظ. هو في الحقيقة الناس اللي بتستخدم هذه الصياغات هي مش عايزة تواجه الجانب المظلم داخل نفسها. هو مش عايز يقول أنا فاشل في استقبال المال، مش عايز يقول أنا ما بعرفش أدور الأموال، أنا ما بعرفش أطور نفسي. فيقول أسهل على الناجح حظه حلو، أمه دايرة، هي جت كده هي. لا مش كده، ما تحصلش كده. أنت محتاج تواجه هذا الجانب داخل نفسك، لأنك لما هتغير ما في نفسك هيتغير واقعك. ولو مشينا دلوقتي في الشارع وسألت كل الناس قلت له هل أنت تؤمن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ أيوة نعم بالله. طب يلا يا قمر غير واقعك. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني أعمل إيه يعني حضرتك؟ لا إن شاء الله ربنا هيفرجها. أيوة ماشي، ما عنديش مانع، بس ربنا هيفرجها لما أنت تفرجها. أوكي؟ لما أنت تبدأ تفرجها داخل نفسك هتفرج خارج نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مش هينفع يحصل لك اكسبانشن في حياتك بره غير لما تتعلم ازاي يحصل اكسبانشن في حياتك جوه. لا ما اصل هي قصة مش كده تمام، لغاية لما تلاقي حد عملها، فتبدأ تلعب لعبة من اتنين. يا اما تقول ازاي وانا حوافي ان ادور مال عشان احصل على هذه الداتا بحقها واطبقها فيحصل انا كمان هذه النتيجة في واقعي، او تقول لا يا ام ده، هي كده في ناس وناس، هي بص أصل هي ماشيه كده طول عمرها. هم معلش سامحوني في اللي هقوله عشان هيصدم البعض، هم 24 قيراط. اوكي، فلو جالك كذا يتقطعوا من كذا، ولو حصل كذا يروحوا من كذا. وخلي بالك يا ابني الناس الأغنياء، في ناس أغنياء عندهم أمراض، وفي ناس أغنياء وصحتهم وحشة، وفي ناس أغنياء ومراتاتهم بتسيبهم، وفي ناس أغنياء صحتهم حلوة، وفي ناس أغنياء ومراتاتهم بتحبهم، وفي ناس أغنياء وبيصدقوا على الناس، وفي ناس فقراء صحتهم وحشة، وفي ناس فقراء ومش لاقيين ياكلوا، وفي ناس فقراء عندهم أمراض. ها إيه بقى؟ عايز إيه دلوقتي؟ مش هي دي اللعبة. تاني، لما تشوف اللي بيحصل بره ومش عايز تصدق انه حصل بره نتيجة حاجة عندك جوه، هتاخد وقت في الريزيستنس. خد وقتك لغاية لما تخلص اللعبة وتبدأ تواجه اللي محتاج تواجهه، مش تصطدم بيه، تواجهه بحكمة، بتدرج. تفهم ان من اعظم 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 الكنوز اللي ربنا اداها لنا، واللي يقدر هذا الكنز ينسف اي واقع ويغيره، ان مفيش حاجه هتحصل بره غير لما تحصل جوه.
فربنا اداك مفتاحك في ايدك. عايز تغير اللي بره، غير اللي جوه. عايز تثبت اللي بره، ثبت اللي جوه. عايز تبوظ اللي جوه، اللي بره، بوظ اللي جوه. اللي انت عايزه اعمله. هي بتتلعب كده. خد وقتك لغايه لما تصدقها.